Bun Babel, Bun Babel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج جديد من برامجنا، سلسلة حلقات برنامج بصيرة. برنامج بصيرة هو برنامج أول حاجة توعوي، وبرنامج روحاني، وبيناقش مجموعة من القضايا. بيناقش مجموعة من القضايا عبارة عن علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بدينه، علاقة الإنسان بالناس اللي حواليه. كل الكلام ده هنناقشه في سلسلة برنامج بصيرة. في البداية أريد أن أهنئ الأمة الإسلامية جميعها بحلول شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. أول حلقة من حلقات برنامج بصيرة عنوانها الخدعة الكبرى. ليه بينهار إيماننا عند أول اختبار؟ ما سألتش نفسك في يوم ليه بنشوف أشخاص ناجحين ومثقفين وبينهاروا نفسيا عند أول خسارة مالية؟ وليه دايما بنلاقي متدينين بيتركوا ثوابهم عند أول ابتلاء؟ الحقيقة الصدمة هي الخدعة الكبرى. احنا بنعيش في عصر تخزين معلومات، عصر تخزين معلومات لا تحقيق المعرفة. احنا عارفين وجود ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله، لكن ما نعرفش من هو الله. في الربع ساعة اللي جاية هنفكك الوهم ده ونبدأ ترميم أعمق فجوة في بنياننا الإنساني. فك المعلومات. دايما بنقابل في المؤسسات الحكومية، في الوزارات، بنقابل موظفين حافظين اللوائح والسياسات عن ظهر قلب، لكن عند وقوع أزمة مالية مفاجأة بيحصل ليهم نوع من الفريزنج، بالتجمد. ليه؟ لأنهم بيمتلكوا المعلومات لكن لا يملكون البصيرة الإدارية. طب نربطها بقى بالجانب الروحي. علاقتنا مع الخالق سبحانه. الخدعة الكبرى ان احنا حولنا الدين لملف بيانات، داتا فايلز. حافظين ان الله رزاق، لكنك بتموت رعب لو اتأخر مرتبك او اتخصم من مكافآتك. هنا العلم موجود لكن المعرفة بربنا غايبة. طيب هندي مثال للتوضيح اكتر. قارن بين شخصين، واحد عارف ان البحر مالح، عنده معلومة، والتاني داء ملوحة البحر، دي معرفة. يبقى واحد يعلم ان البحر مالح، وواحد داء ملوحة البحر، اللي هي معرفة. وده الفرق بين علم اليقين وحق اليقين. الأول بيتكلم بيتحدث، والتاني بيحذر وبيتصرف بيقين.
احنا محتاجين ان احنا نتذوق معاني اسماء الله الحسنى في واقعنا، مش نعدها. يعني احنا عاوزين ان احنا نتذوق معاني اسماء الله في واقعنا ونطبقها، مش نحصيها ونعدها. طيب تعالى كده في جزء محوري جدا، حاجة اسمها الإيمان على حرف. الإيمان على حرف ده إيمان المسلم أو إيمان البني آدم بيكون عليه بيعبد ربنا على حرف. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف. كلمة حرف في اللغة العربية بتعني الطرف أو الحافة. الإنسان ده وضع إيمانه في كافة الإيه أو منطقة المنافع. طب ندي مثال للتوضيح. شخص عمال يدعي ربنا إن ينجح مشروع فينجح المشروع، فيقول إيه؟ ربي أكرمن واطمن. ونفس الشخص لو خسر المشروع تتقلب الدنيا في وشه وفي عينيه ويبدأ استغفر الله العظيم يشك في عدل ربنا أو في جدول العبادة. يقول لك أدي يا عم الصلاة، أدي عبادة ربنا. زي دي خدعة. الخدعة هنا أنت ما كنتش بتعبد ربنا، أنت كنت بتعبد رغبتك أنت بتعبد رغبتك أنت بتتخذ من الله عز وجل وسيلة لتحقيقها. طب البصيرة هنا إيه؟ بتقول أن الله هو الغاية والدنيا هي الوسيلة. لو انقلبت الآية وقع البنيان. طيب السوشيال ميديا صدرت لنا كمال زايف، ناس بتتحدث عن السعادة المطلقة والنجاح بلا فشل. دي قدوات هشة. ليه؟ لأنها ما اتبنتش على الأصل. التطبيق لما نيجي نربط تربية أبنائنا بالنتائج يبقى العملية ضاعت. يعني أقول له أنت ناجح لأن درجاتك عالية، دي قدوة هشة. البصيرة إن البصيرة تربينا على إن القيمة هي السعي والارتباط بربنا، إن إحنا نسعى والبيع على ربنا. النتائج دي محض فشل. يعني هقول لك قصة صغيرة أو واقعية عن شخص فقد كل ماله وصحته، ورغم ده كله ظل واقف وصامت كالجبل، عارف إن المال ما هو إلا وسيلة والصحة وديعة، لكن صاحب الوديعة باق وهو الله عز وجل. البنيان ده هذا هو البنيان المرمم، ده البنيان الصالح. زي الخلاصة ان احنا لازم نرى يد الله في المنع قبل العطاء. الخدعة الكبيرة او الخدعة الكبرى بتنتهي حين تدرك انك عبد لإله ملك، والعبد لا يملي شروطه على الملك. قبل ما تنتهي الحلقة دي اسأل نفسك كده، ايه هو الشيء اللي لو فقدته النهاردة هيهتز ايماني؟ لو وجدت شيء غير ربنا سبحانه وتعالى فاعلم ان انت ايه؟ بنيانك الانساني محتاج لترميم فورا. وان شاء الله اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم. موعدنا الحلقة الجاية عشان نعرف ازاي نبني ايمان لا يهتز. كان معكم دكتور عمرو محمد الهادي في برنامج بصيرة، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bun Babylon, bun Babylon.